كرم والله يا ابني، الله ينور. بص يا كرم خليك معايا. تمام. انا عايز تريكات، يعني 4 5 تريكات كده بسرعه. تمام. في اللي احنا مثبتينه في التركيب اللي في تصنيع الابواب. معاك يا يلا اول تركايه. هسألك انا تعالى كده هنا. الفريز ده بتاعي، تعالى من جوه هنا، تعالى من جوه. الفريز ده بتاعي ده بتاع كاوتش بيركب علشان منع الصوت ومنع واتربه لو في تكييف ولا حاجه. طيب الفريز ده بتاع البار. بالبار ازاي؟ تعال بقى من بره بقى، طالما البار راكب بره ورينا بقى البار من بره. يعني بقى فهمني. لو الحيطه مثلا من فوق مقاس ومن تحت مقاس فيها ملالي بالظبط كده، ما تدناش في داهيه الله يبارك لك. لو الحيطه فيها ملالي ماشي. لو الحيطه فيها ملالي فالبرور ده بيخش ويطلع ايه زي ما انا عايز، ايه بيعوض الملي او ال2 ملي اللي في الحيطه بالظبط. ايه تاني؟ قول لي بقى السمك الحل. تعالى بقى تاني ايه، عذبناك اهي. ما تعالى قول لي بقى سمك الحل كام؟ السمك بتاع الحل كام بوصه؟ 2 بوصه اللي هم 5 سم. ومتجلد قبل كاش ولا قبل كده؟ ورا وقدام قبل كده. ليه بقى؟ ليه؟ علشان الحلق ما يقفعش معايا ونضافه اكتر والخشب ما يحصلوش اي حاجه. طيب تعالى بقى للضلفه. قول لي الضلفه بقى، الضلفه دي كده السقاس اللي فيها كل قد ايه؟ كل 8 سم. تمام. في سقاس كل 8 سم عشان الناس ايه ما تحسش بحاجه. بس هنا الدقه هنا اختلفت. طيب عندك بقى هنا الفريز ده ليه؟ والقشاط ده بتاع ايه؟ ده القشاط ده سان بيحمي حرف الفايبر معايا داير علشان يبقى ده اقوى، يعني ده قوي. حلو. الفريز ده بقى بنعمله ليه؟ فاصل ما بين القشاط وبين عشان التنميل في الدهانات، عشان ما تجيش تتنمل معاك في الدهان وفي الاخر تحط الحته. طب ليه ما عملناش كونتر هنا، عملناه فايبر؟ لا الكونتر عشان الفايبر انضف في الدهانات طبعا. الدهانات بيديك ملمس كويس. الله ينور يا كرم. عالمي يا كرم. تحت امرك انت.